السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معايا في قناة وصفات نور. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة الكحك الأصلية. يجي منسم ومعطر بطريقة تقليدية وبزاف بنين ويقعد طري لمدة أطول. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير بالتفصيل. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بجامو وتشتركوا في القناة لأني ما زلت في البداية، وتخليوا لي تعليق تشجعوني به، وبارطاجوا الوصفة مع الناس اللي كتحبوهم. بسم الله. عندنا كأس ماء مع قشور البرتقال مع مغرف كبيرة حبة حلاوة، نخليهم يغلوا لمدة 5 دقائق ونطفي. نضيف كأس سكر. هنا البنات راح ندير كمية كبيرة وتقطع ما شاء الله. اللي ما عندهاش هذا الكأس تعادل 2 كيسان تاع ام وليد. نزيد لهم كاس قل صبع من الحليب مع 2 مغارف كبار خميرة الخبز. نخلطوهم جيدا ونخلوهم لمدة 5 إلى 10 دقائق. بعدها نضيف رشة من الملح مع قشور البرتقال والليمون معا، مع مغرف كبيرة زريعة البسباس ومغرف كبيرة حبة حلاوة. نضيف عليهم 2 حبات بيض كاملين وكاس قل صبوع زيت وربع كاس مازهر مع اروم تاع مازهر. هنا خواتاتي اللي ما عندهاش اروم تاع مازهر تقدر ما ديرش، هذه غير باش يعطينا النكهه للكحك تاعنا فقط. نضيف عليهم علبة جوبتر تاع البرتقال او تشينا، ونزيدو لهم 2 كيس سكر لافاني. ونخلط الكل جيدا. بعدها نبدا نزيد الفرينة غير بشويه، مع 2 خمارة الحلوى حتى تتلم لنا العجينه. نخلوها ترتاح حتى يتضاعف الحجم تاعها. هنا بعد ما خمرت لي العجينه نقسمها الى 2 ونبدا بالقسم الاول. هنا العجينه لازم تكون تتلاصق في اليد باش يجينا الكحك خفيف. غادي نعجنها غير شويه برك باش تحكم روحها، ونبدا نشكل في الكحك تاعي.
نفسح العجينة ونشكلها على شكل حربوش بواسطة الأصابع. وندورها ونغلقها بإحكام باش ما تفتحش معانا. ونقسم الكحك تاعي بواسطة مقص أو سكين كما راكم تشوفوا في الصورة. ها هي الحبة الأولى كملناها، نزيدو الحبة الثانية بنفس الطريقة. نفتح العجينة ونشكلها على شكل حربوش بواسطة اليد. وندورها ونغلقها. غادي نكمل السنيوة الأولى ونخليه يرتاح لمدة 10 دقائق ونولي معاكم. هنا بعد ما خمل لي الكحك تاعي نجيب حبة صفار بيض مع القليل من الحليب وندهن الحبات، بعدها نرش عليهم شوية سكر أو رجاجلان أو بسباس مطحون اللي كان متوفر عندك. وندخله يطيب. هذه هي النتيجة النهائية، جاي خفيف يهبل وبنين ويقعد طري كما راكم تشوفوا. نتمنى تجربوه ويعجبكم وتردوا لي في التعليقات، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة.